وصفتنا لليوم هي تبولة الشمندر. إذا ما سمعين فيها أنا تفاجأت بأول مرة سمعتها، بس لما دقتها لقيت طعمتها كتير طيب. رح نحكي المكونات المقادير حسب الحاجة، انتو شو بتلاقوا مهم بتعملوا. طبعا في عنا بقدونس مغسول ومفروم عاملينه فارمينه ناعم، بصل ناعم مفروم، زيت زيتون، شمندر مبروش ني مش مسلوق ولا شي. طبعا الرمان بيعطي طعم كتير طيبة، بهار وقرفة وملح، بهار حلو يعني فلفل حلو وقرفة وملح، برغل تمام ناعم، وعندي حامض ليمون حامض وزيت الزيتون، واخر مكون دبس الرمان. اوكي هلا بدنا نبلش. بدي احط المقادير مع بعضهم وبنبلش سوا. بلشنا اول شي حطيت البقدونس فضيته بالتندرة اللي مثل الجار بحبها لاني، وحطيت برغل. اذا عزنا بعد بنحط يعني ما في مشكله، اذا عزنا بنحط. حطيت تقريبا يعني على قد الجات اللي بدي اعمله. بدي احط حامض بحس الحامض كتير مهم، وزيت زيتون. اذا عزنا بعد بنزيد الملح والبهار والقرفة مع البصل. نحط بصل. اوكي خلينا نحط المعلقة لانه مش عارفة احط هيك. اوكي بحس البصل مهم كتير بالسلطات، بيعطي طعم كتير طيبة. وبدي احط شمندر كمان بدل البندورة، يعني احنا نفس التبولة العادية بس بدل البندورة شمندر. واخر شي هحط الرمان. خليني احركهم اخلطهم سوا ونشوفهم. وهلا بعد ما خلطتهم ودقت ملحاتهم ممتازين والحامض، بدنا نحط دبس الرمان بيعطي طعمه طيبة لانه عندنا بعد بنزيد. خلينا نرجع نخلطهم ونكفي. وهلا نحنا دقنا الرمان دبس الرمان، زدت باقي زيت الزيتون، وهلا اجا دور المكون اللي كتير مهم اللي هو الرمان نفسه. الرمان هيدا بعده جديد، بعده اول طلوعه، فالبذرة تبعه بتنعلك عادي. تمام خلينا نحط الكمية هيدي ونشوف اذا بدنا بعد نزيد. تنعلك مع التبولة وطعمتها كتير طيبة، عن جد بتعطي طعمة طيبة، واللون والمنظر بيطلع بجنن. خليني اخلطهم وبنرجع نكفي. كل مرة بزيد مكون بدوق. مثل ما هلا بدت الرمان الطعمة كتير طيبة. هلا داير انه احط صحن. بتعرفوا شغلة بدي لكم اياها عن التبولة بالذات، انا على فكرة بحبها تاني يوم اكثر من اول يوم. تستغربوا ليه؟ ما بعرف، يمكن لانه البرغل بياخد طعمة كل الاشياء اللي حطيناها. تخيلوا بياخد طعمة الدبس، زيت الزيتون والرمان نفسه والحامض والملح وكل شي، والشمندر طبعا. هلا خليني احط صحن ونشوفه سوا، ولازم تدوقها لانها بتشهي. قبل ما احط الصحن انتبهت لمكون ناقص اللي هو النعناع اليابس. هلا اذا في عندي نعناع اخضر بيطلع طيب اكيد، بس كمان النعناع اليابس له طعمه. عندكم نعناع اخضر مثل التبوله حطوا نعناع اخضر، بس لازم كمان تحطوا نعناع يابس. هي انا حطيت، بدي احط اخلطهم سوا عشان يعملوا طعم منيح وتتمغرمغ الطعمه مزبوطه. بعدين بحط الصحن. فانا هيدي حقكم علي، راح احط ملاحظه كمان بالمكونات تحت عشان ما ننسى النعناع ضروري جدا. وهي الصحن عنا صار جاهز لكم. احلى منظره مكوناته وريحته بتاخد العقل. يعني انا ما كنت مجربتها قبل، جديده عرفتها عن طريق رفيقه لإلي زميلتي. قلت لها معقوله في تبولة شمندر ما عمري ذقتها، فدوقتني اياها ودغري قلت خليني اجربكم اياها. بس لقيتها كتير طيبه ودقتها طلعت بتشهق، لازم اعرفكم عليكم احلى منظر التبولة. الرمان هيدا بيتاكل لما يكون اول طلوع، لما يكون طازه. البذرة تبعه بتكون بعدها مش ناضجة مش قاسية، بتنعلك عادي مع التبولة. اصلا بتحسوا التكتشر القوام تبع مع كل معلقة اطيب من غيرها، يعني بتستمتعوا انتوا عم تعلقوا فيها. هاي صحن تبولة الشمندر صار جاهز. يا رب تجربوه يعجبكم ان شاء الله. هيدي الطريقة تضيف شي لإلكم ان شاء الله بتعجبكم وتهدي سفرتكم. وريتوا الصحة وهنا.